بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. متابعين قناة هشام المكناسي الفلاحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مستمرين في السلسلة ديالنا، سلسلة خير من خيرات بلادي. الخير ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون حول فاكهة الخوخ نوع بيش بلا. فخليكم معنا، غنشوفوا تبارك الله هاد الخوخ الممتاز في الشجر كيفاش عامل. غادي نشوفوا الجوده ديالو والفخامه ديالو في الشجر كيفاش كتكون عامله. غنشوفوا طريقه الجني ديالو كذلك كيفاش عامله. غنشوفوا كذلك العمليه ديال لومبالاج ديال الخوخ. فخليكم معنا حتى لاخر الفيديو باش نشوفوا جميع هاد المراحل ديال هاد النوع الممتاز ديال الخوخ. فإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لنا ليه لايك، واللي مازال ما اشترك معنا في قناه هشام المكناسي فمرجو الاشتراك. فرجة ممتعة. مشاهدين قناة هشام المكناسي الفلاحية، الآن حنا كنتواجدوا بضواحي مدينة مكناس، بالضبط في بوفكران، من أجل تصوير هذا النوع ديال الخوخ اللي هو بيش بلا، يعني كيشبه الكعكة. فمدينة مكناس أصبحت ولله الحمد قبلة المجموعة من التجار كيجيو كيتهافتوا من أجل اقتناء منتوجات ديال مدينة مكناس الفلاحية. فالآن حنا كنشوفوا هذا النوع الممتاز ديال الخوخ اللي هو سميتو بيش بلا، اللي المصدر ديال هاد الزريعة ديال الخوخ من الأوروغواي، وتم الجلب ديالها للمغرب من طرف المزارعين المغاربة من أجل الزراعة ديالها في المغرب، ولقات واحد النجاح كبير من طرف المزارعين اللي خلى مجموعة من التجار كيتهافتوا على مدينة مكناس باش يشريو هاد الخوخ هذا، لأن الثمن ديالو في السوق مرتفع بواحد الشكل كبير، فكيوصل من 10 دراهم حتى 17 درهم في السوق ديال الجملة هاد النوع ديال الخوخ. مدينة مكناس أصبحت مدينة رائدة في مجال الأشجار المثمرة لما كتميز به من خيرات. كيف كنلاحظوا تبارك الله الجودة العالية ديال هاد النوع ديال الخوخ اللي مرتفع الثمن ديالو في السوق. وفيه عدة مميزات على شجرة الخوخ العادية. هذا النوع هذا فهو كيتميز بواحد الصفات ما كتميزش بهم شجرة الخوخ العادية. من المميزات ديالو هو أنه غزير في الإنتاج، كيتميز بالغزارة في الإنتاج على عوض الشجرة الأخرى ديال الخوخ. فهذا النوع ديال شجرة الخوخ كيف قلت بأنه كيكون فيه واحد الغزارة كبيرة في الإنتاج بغض النظر على الشجرة العادية ديال الخوخ، لأنها كتكون فيها طوناج قليل، بحيث أن كتكون العملية ديال التخفيف ديال الشجر كتكون فيه واحد العملية كبيرة. هذا ما تيدارلوش ما كتخفوش هذا النوع هذا. هذا النوع هذا ما كيتخففش، داكشي علاش كيجي قوي تبارك الله في الشجر. كيف كنلاحظوا تيجي تبارك الله فيه واحد القوة كبيرة في الشجر. فالشجرة ديال الخوخ يمكن تعطي ما بين 30 كيلو حتى ل 40 كيلو ديال البيش بلا. كيبقى واحد الرقم اللي هو مهم بالنسبة لهذا النوع ديال الخوخ، نظرا كيف ما قلت لك كيف ما كيتميز بالجودة ديال الانتاج ديالو تبارك الله. كيف كنلاحظوا حتى العملية ديال الجني ديالو فهي كتكون عملية سهلة، فقط كيتم الجبد ديال الحبة بواحد الطريقة سلسة وكتتم الإزالة ديالها. كيف كنلاحظوا على هذا الشكل هذا. فالآن أصبح هذا النوع ديال الخوخ عنده واحد الشهرة كبيرة على النوع الآخر المستدير اللي كنعرفوه، اللي سبقنا وصورناه النوع ديالو ديال مورا، سبق لنا وصورناه. كاين عدة أسماء ديال الخوخ، عدة أنواع. فهذا النوع اللي ولا شائع هنا في مدينة مكناس، اللي التجأوا ليه العديد من المزارعين نظرا لارتفاع الثمن ديالو في السوق، وخصوصا إذا كان في هذه الجودة هذه وبهذه الميزة هذه بهذا الحجم الغليظ، فكيكون الثمن ديالو شوية مرتفع في السوق.
فنقدموا بعض المعلومات التقنية على شجرة الخوخ. فكتبقى شجرة الخوخ شجرة بحال جميع الأشجار المثمرة. الفرق اللي كاين يمكن يتميز به شجرة الخوخ هي واحد الشجرة اقتصادية بالنسبة لكمية الماء اللي كتحتاجها يوميا. فكتحتاج ما بين 30 لتر حتى 32 لتر يوميا فقط، اللي هي الكمية هذه ماشي كبيرة مقارنة بفواكه أخرى. كذلك الميزة الأهم باش كيجي المنتوج على هذا الشكل وعلى هذه الجودة هذه، فكتكون نسبة التباعد بين الشجرة والشجرة كتكون 2 المتر حتى 2 المتر ونص، وما بين الخطوط ما بين 4 متر حتى 5 متر. هذه بعض المعلومات التقنية. كذلك الأدوية لا بد منها، والأسمدة اللي يمكن تحتاجهم شجرة الخوخ، والماكلة اللي غادية تحتاج، فما كتحتاج شي أسمدة كثيرة أو شي أدوية كثيرة، فقط البوتاس، الفوسفور، الكالسيوم، أدوية وماكلة عادية اللي كتحتاجها جميع الأشجار المثمرة. يعني أي واحد يمكن له يقوم بالجني ديال الخوخ، سواء شاب سواء رجل سواء امرأة، نظرا ما كيتطلبش واحد الدقة وواحد الحرفية كبيرة. كيف ما قلت، فهو من الفواكه سهلة الجني ديالها، ماشي بحال شي فواكه اخرى كتحتاج الخدامه عندهم واحد الخبره وواحد المهاره. كتكون بعض الفواكه معقده في الجني ديالها كالتفاح كالعنب، فكتحتاج الخبراء في عمليه ديال الجني. فكيتم التستيف ديالو على هذا الشكل. هذه ما صالحاش. فهذا النوع ديال الخوخ اللي ولا هو من اجمل وارفع انواع ديال الخوخ، فهو اقتحم جميع الانواع ديال الخوخ الاخرى نظرا للشعبيه اللي ولات عنده. لاحظوا تبارك الله الجوده العاليه، اللهم بارك. فباش يجيك منتوج على هذا الشكل بهذه الفخامه وبهذه الضخامه وبهذه القوه والغزاره في الانتاج، فلا بد كتكون قبل منه عده عمليات تمهيديه باش يجينا هذا المنتوج. فاول هذه العمليات هو حسن اختيار الشتلات ديال الخوخ. فهذا الخوخ ديال بيش بلا فهو فيه عده انواع وعده اسماء، فلا بد من المزارع لا بد عليه انه يختار احسن واجود انواع الشتلات ديال الخوخ بالاسم الممتاز ديالو. ثم كتجي بعد ذلك العمليه ديال الزراعه، ثم كتجي بعد ذلك العمليه المهمه في الخوخ وفي المحصول ديال الخوخ، هي عمليه ديال الزباره او التقليم. فملي كتكون هاد العوامل هذه كامله، فالمحصول ديال الخوخ كيوجد على مده ديال 5 سنوات. فالشجره كتعطي الغله ديالها وكتكون على هاد الشكل اللي كنشوفو الان. اذا مازالين مستمرين في العمليه ديال لومبالاج على هاد الشكل مع هاد الشاب هذا، فقط كيباليه حتى غادي يمشي للمكان المخصص ديال لومبالاج. حتى كيولي البلاطو على هاد الشكل هذا كيف كنلاحظوا تبارك الله الجوده العاليه. فكنتمنى من الله عز وجل ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تنساوش ديروا لنا ليه لايك، واللي مازال ما اشترك معنا في قناه هشام الكناسي فمرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم الى فيديو اخر من سلسله ديالنا، سلسله خير من خيرات بلادي.